هنتكلم مرات شباب عن ال state the accounting equation and define its component. يعني هنقول ايه هي المعادلة المحاسبية وهنعرف كل component فيها، كل جزء فيها او كل عنصر من عناصرها. The two basic elements في جزئين جوه المعادلة. Basic elements of business are what its own ايه هي اللي بتمتلكه الشركة. what its owns ايه هي اللي بتمتلكه الشركة and what its owes. own يملك، owes يعني عليه، يبقى اللي بتمتلكه الشركه يبقى هو دوت التو element، تو بيزك element، هم دول القسمين الاساسيين. ايه هي اللي بتمتلكه الشركه وايه هي اللي ايه اللي على الشركه. يبقى الاسيتس ار ذا ريسورسز، هي المصادر اوف بزنس اونز، مصدر الحاجات اللي بتمتلكها الشركه اسمها اسيتس. يبقى كلمه اسيتس ده اللي بيمتلكه الشركه. الكليمز اوف ذوز تو هوم ذا كومباني اوز ماني. الكليمز يعني الالتزام او الطلب اللي هيطلبوا منك. في ناس هتطلب منك الحاجات اللي انت مين الممتلكات اللي عندك دي جبتها منين؟ whom the company owes money. مين اللي عليها فلوس؟ اللي هم الكريديتورز. الكريديتورز are called liabilities، بنسميهم كريديتورز او liability. دول اللي علينا ليهم فلوس، التزام الفلوس، اسم اللي هم الكريديتورز او اللايبيليتيز. claim of owners are called، انما الاونرز الملاك بقى الكليم الحاجات اللي بيطلبها الاونرز claim of owners are called owners equity. owners equity. يبقى الاصول بتيجي من مصدرين، يا اما liability او creditors او الانفستورز او اللي هم الاونرز الايكويتي الملاك، الكليم اوف اونرز. This relationship is the basic accounting equation. العلاقة دي بنسميها ال basic accounting equation اللي علم المحاسبة كله اتبنى عليها، الأساسية. Assets must equal the sum of liabilities and owners equity. لازم الأصول في جميع أحوالها بتساوي ال liabilities زائد ال owners equity. ال liabilities appears before owners equity in the basic accounting. دايما ال liability بتظهر في قبل ال owners equity. In the basic accounting equation because they are paid first. لأن هي المفروض ان انت لو هتصفي الشركه هتقوم دافع الفلوس اللي عليك قبل ما تدي اي فلوس للملاك. لازم تكون دافع كل الالتزامات اللي عليك قبل ما تدي اي فلوس للملاك. لو فاض فلوس للملاك بتديهم، ما فاضش خلاص. The accounting equation applies to all economic entities. الاكاونتنج equation دي بتطبق على جميع الوحدات الاقتصادية، سواء الدولة، سواء مستشفى، سواء قطاع خاص، سواء قطاع حكومي، سواء حاجة غير هادفة للربح. بتطبق على كل حاجة تقريبا بتطبق عليها، مش تقريبا كل حاجة. عشان تطبق محاسبة فيها لازم تمشي المعادلة المحاسبية ديت. regardless of size، بغض النظر عن حجمها، بغض النظر عن طبيعة شغلها، بغض النظر of the form، شكلها القانوني ايه، التنظيمي بتاعها ايه، بغض النظر عن كل ده لازم تطبق في اي منظمة، اي مؤسسة، اي كيان اقتصادي، اي كيان موجود في الدنيا لازم تطبق عليه المعادلة المحاسبية ديت. الاسيتس assets as noted above، زي ما احنا عرفنا الاسيتس are resources of the business owns، يعني كل المصادر او الموارد اللي بتمتلكها الشركة. The common characteristics processed by all assets is the capacity to provide future service or benefit. الغرض او الكاركترستيك الاساسي، العنصر اللي بيميزها process all assets عن كل الاصول عبارة عن ايه؟ اللي هو قدرتها او الكاباسيتي اللي عندها قدرة انتاجية to provide انها تعطي future service or benefit، تدي حاجة في المستقبل، هتخدمك في المستقبل او هتديك منافع مستقبلية. اللايبيليتيز بقى، اللايبيليتيز are claims against assets، يعني علينا التزام عشان اشترينا الاصل ده او بقى عندنا اصل فعليا التزام بناء على الاصل ده. زي المخازن، انا اشتريت مخزون بس عليا التزام للمورد، فالالتزام ده كليم من الاسيتس. that is existing debts and obligations، بيبقى عليك ديون والتزامات. obligation بمعنى كلمة التزامات، وديتس يعني ديون. كريديتورز اللي هم نفس الكلام، اللي هو الكريديتور اللي هم مديلك قروض، دول اللي هم الديبيتور والديت والاوبليجيشن بيسموهم كريديتور. الكريديتور الناس اللي هم زي كلمه الالتزامات بالظبط، كريديتورز. may legally force the liquidation، ممكن يطلبوا بشكل قانوني ان هو انت تصفي الشركه. لو هم عايزين فلوسهم يطلبوا بشكل قانوني انك تصفي الشركه of a business that doesn't pay the its debt، يعني يطلبوا ان هم يصفوا الشركه لو انت ما سددتش الديون اللي عليهم. يبقى اللايبيليتي دي مهمه جدا.
لو انت ما سددتش الديون اللي عليك في ميعادها ممكن يطالبوا ان انت تصفي وتعمل ليكويديشن للشركه وياخدوا هم اصول من الحاجات اللي عندك ديت. in that cases the law، في الحاله ديت بقى، في حاله ان احنا خلاص قفلنا الشركه وخلاص عملنا ليكويديشن ليها، يعني صفيناها او عملنا لها ليكويديشن، the law القانون require that creditors claim be paid before owners claim. يبقى لازم ندفع الفلوس للكريديتور او اللايبيليتي قبل الاونرز، قبل الملاك. since the claims of the creditor must be paid، عشان كده عشان لازم الكريديتور لازم تدفع الاول، must be paid before ownership claims قبل الاونر، قبل الملاك. يعني لو انا هصفي الشركه انا هبيع الاصول ديت، طب لما ابيع الاصول دي هيبقى معايا فلوس، هبيع الاصل ده هيبقى معايا فلوس، اسدد لمين الاول؟ اسدد اللايبيليتي. لو فاض فلوس ادفع للاونرز ايكوتي، ادفع للاونرز لو فاض فلوس، لو فاض فلوس، وفي الغالب ما بيفضش فلوس لما بيحصل يعني liquidation. since the claims of the creditor must be paid before، عشان كده بندفعها بالownership. owners equity is after أو is often referred to as residual equity، بيسميها دايما residual، المتبقي equity بيسموها residual. يبقى اللي بيسمى residual equity liability ولا owners equity؟ لا، الايكوتي الريزيدوال هو عبارة عن الايكوتي.